في يوم من الايام الفوضى كانت في كل حته والدنيا اتقلبت فوقيها تحتيها، وكل ده بسبب ايميل واحد اتبعت للشغالين في مصنع لقطع غيار السيارات. وكان الايميل ده مثل سيء للكوميونيكيشن اللي انقذ اليوم شخص واحد في المصنع اللي فعلا كان ليدر بجد وعرف ازاي يكوميونيكيت بشكل صح. تعالوا احكي لكم عن مصنع بريسيجن برو وازاي بداوا المشكله وازاي حلوها. انا دينا حسن and this is the Vertex Egypt. المصنع ده كان داخل على تغيير جامد، هيحدثوا السيستم بتاعهم، وده كان معناه ان البرودكشن لاين الرئيسي هيقف 3 ايام كاملين. الموضوع ده كان مهم جدا، واي تاخير فيه كان هيخسرهم فلوس كتير، ممكن يبوظ مواعيد التسليم مع ميجر كاستمرز. الخبر الاول عن الوقفه دي وصل للكل في المصنع عن طريق ايميل من قسم الاي تي. الايميل كله كان كلام تكنيكال ومصطلحات عن النتورك كونفيجريشنز والسيرفر ميجريشنز. في اخر الايميل قالوا ان خط الانتاج الرئيسي هيقف يوم الاربعاء سي او بي لحد يوم السبت اي او دي. الايميل ده كان مصيبه ما تتصورهاش. اولا ما حدش فهم يعني ايه سي او بي ولا اي او دي. سي او بي يعني كلوز اوف بزنس، اي او دي يعني اند اوف داي. مديرين الانتاج والعمال ما فهموش، خصوصا ان شغلهم المفروض 24/7. الحقيقه ان الايميل اتبعت لكل الشركه والمصنع، حصل ان محدش فهم حاجه ابدا غير ان البرودكشن لاين الرئيسي هيقف، وحتى محدش فهم المده اللي هيقف فيها ولا ليه اصلا هيقف، ولا حتى ايه البلان اللي المفروض يمشوا عليها قبل ما الوقفه دي تبتدي، وازاي هيخلصوا كل الطلبيات المطلوبه بدون تاخير مع وقفه مش فاهمين لها بدايه من نهايه. الطريقه اللي تم توصيل بيها المعلومه كانت من طرف واحد، يعني اللي عنده سؤال ما كانش عارف يروح لمين. وان واي كونفرسيشن. النتيجه حرفيا كانت هرج ومرج. في تيمز اخدوا قرار يشتغلوا شغل مضاعف عشان يخلصوا الشغل، وده في الحقيقه ما كانش ضروري، بس محدش قال لهم. ناس تانية لقت صعوبه كبيره في تخطيط الشغل لضيق الوقت. اما اللي الكل حس بيه هو التهميش. بعد كده جه الرجل الحكيم، بس الحقيقه كانت ست، ساره ذا هيد اوف اوبريشن. ساره وقفت في النص، لقت الدنيا متشقلبه، ما كدبتش خبر، عملت اجتماعات مصغره لكل التيمز، استخدمت كلام بسيط عشان تفهمهم ليه السيستم ابديت ده مهم لشغلهم، وقالت لهم بالظبط الخط هيقف امتى وهيرجع امتى بكلام سهل، زي الخط هيقف مع اخر ورديه ليوم الاربعاء وهيرجع يشتغل مع اول ورديه ليوم السبت الصبح. قالت لهم بالظبط ايه المطلوب منهم قبل ما الخط يقف، يعني يخلصوا كميات معينه، يرتبوا اماكن شغلهم، يامنوا الحاجات المهمه. وكمان وضحت لهم جدول التدريب اللي هيحصل وقت الشات داون. الاهم من ده كله، ساره فتحت باب الاسئله وسمعت لكل واحد كان قلقان، ردت على مخاوفهم بخصوص المطلوب منهم في الانتاج، وكمان عينت التيم ليدرز عشان يكونوا هم المسؤولين عن الرد على الاسئله. النتيجه ان المعلومات الواضحه قللت قلق العاملين، وحسوا انه في حد مهتم بيهم وفاهمهم. لما كله كان فاهم هيعمل ايه، التحضيرات للشات داون مشت تمام، والناس خلصت المطلوب منها. جدول الصيانه والتدريب اتنفذ كويس جدا، وده خلى الفرق مستعده تبدا شغل تاني اول ما الخط يشتغل. خط الانتاج رجع يشتغل في الميعاد اللي قالوا عليه بالظبط، وما حصلش اي تاخير خسرهم فلوس. كلام ساره الصريح ده بنى ثقه بين الاداره والعمال. خليني اقول لك ان الليدرشيب مش امبلوي ايفالويشنز، ومش باسنج، ومش ريبورتس واناليسيز بعمله طول الشهر عشان المانثلي ميتينجز، مش تحديد اخطاء الموظفين والمشاوره عليها. الليدرشيب هي فيجن بتعرف تكون بتوصلها صح عن طريق الافكتيف كوميونيكيشن. الليدرشيب هي مساعده وتوجيه الناس لطريق نجاحهم.